فالعيلة وقفت ضده وقالت له لأ، وإزاي تحط راسنا في التراب. فخد الباليرينا الإيطالية ونزلوا على مصر واستقروا هناك. ويعني إيه عايزين الولد؟ في يوم 16 نوفمبر من العام 1891 اتولد الكوميديان الكبير استيفانو دي روستي، أو زي ما بنقول عليه في مصر استيفان روستي. أبو استيفان البارون النمساوي الكبير ابن الحسب والنسب. في جولة من الجولات في أوروبا اتعرف على باليرينا إيطالية في غاية الجمال، فحب الست والست حبته واتفقوا الاتنين على الجواز. فرجع أبو استيفان للعيلة عشان يبلغهم إن هو هيتجوز البنت، فالعيلة وقفت ضده وقالت له لأ، وإزاي تحط راسنا في التراب وتتجوز بنت مش بنت حسب ونسب زينا، والعيلة و فخد الباليرينا الإيطالية ونزلوا على مصر واستقروا هناك. بعد كام شهر وصل استيفانو إلى الحياة، وبقوا الاتنين عايشين في غاية السعادة لحد ما جاله برقية من النمسا، فخد الباليرينا الإيطالية ونزلوا على مصر واستقروا هناك. إنه موجود في مصر وإنه منين خلف ولد. ويعني إيه عايزين الولد؟ يعني طبعا بعد كده فهم إن هي كانت محاولة للضغط عشان يرجع هو واستيفانو إلى النمسا ويعيش هناك ويتجوز واحدة من قرايبه، لكن طبعا الراجل كان خلاص حب الست الإيطالية وقال هي دي اللي هكمل معاها بقية حياتي. فالعيلة عشان تحاول تضغط على الراجل بشكل أكبر قررت إنها تبعت حد عشان يخطف استيفانو، لكن طبعا المحاولة فشلت، والراجل قال لها خلاص يا ست يلا تعالي نسيب بقى البلد اللي عرفوا إن إحنا فيها ونروح على مكان تاني. فقالت له لا والله أنا حبيت مصر وعايزة أعيش هنا ومش هقدر أسيب هنا. فتم نقل الراجل مرغما إلى طهران، والست ام استيفانو خدته وطلعت على الاسكندريه عشان يعني ما حدش يرجع الى القاهره او ما يبعتوش حد القاهره ويخطف الولد او يحاول يخطفه مره تانيه.